كل الناس هتقولك عشان تخس لازم دايت ورياضة، بس ناس كتير ما بتتكلمش على النقطة الثالثة المهمة جدا، يمكن بدأ الفترة الأخيرة الوعي يزيد ليها، وهي النوم. النوم ليه دور مهم جدا في نزول الوزن وفي التخسيس. تعال نشرحها ببساطة كده ونشوف ايه هو دور النوم وايه التأثير بتاعه على نزول الوزن والتخسيس. في الأول كده في هرمونين أساسيين بيتحكموا في الجوع والشبع أو في منظومة الجوع بشكل عام. أول واحد فيهم هو هرمون الليبتين، وده بيتفرز من الخلايا الدهنية علشان يوصل إشارة للمخ إن إحنا عندنا مخزون كافي ومش محتاجين أكل، وبالتالي يبدأ يزيد معنا إحساس الشبع، فالجسم يبدأ ما ياكلش ويدخلش أي نوع من أنواع الطاقة تاني. لما النوم بيبقى كويس ومنتظم، هرمون الليبتين ده بيشتغل بكفاءة عالية، وبيبقى الحساسية بتاعته شغالة كويس جدا، والإشارة بتوصل بشكل مثالي للمخ. اما لما النوم يبدا يتلخبط ويحصل قله النوم ديت بتسبب لخبطه في مستويات هرمون الليبتين. كمان بتعمل حاجه اسمها مقاومه الليبتين، اللي هي بتخلي استجابه الخلايا او استجابه المخ لهرمون الليبتين تبدا تقل، وبالتالي الاشاره ما بتوصلش بشكل مثالي للمخ، فيبدا الجسم يزود من احساس الجوع او احساس الشبع يبدا يقل معاه، وبالتالي الجسم يبدا يتحول لجوع مستمر، وكمان يبدا يتحول لمرحله تخزين الدهون. تاني هرمون مهم في منظومة الجوع وهو هرمون الجريلين، وهرمون الجريلين ده بيتفرز من المعدة علشان يقول للجسم احنا جعانين ومحتاجين اكل. لما النوم بيتلخبط ويبدا يقل، قله النوم ديت بترفع من مستويات هرمون الجريلين، وبالتالي الجسم يبدا في مرحله جوع مستمر وعايز اكل على طول حتى لو المعده مليانه. نقطه كمان مهمه في علاقه النوم والنزول في الوزن، ان النوم بيأثر على حاجه اسمها الريورد سيستم او نظام المكافاه في المخ. لما النوم بيبدا يقل ويتلخبط، قله النوم ديت بتلخبط معايا من نظام المكافاه ده. نظام المكافاه ده اللي هو مسؤول عن التحفيز، مسؤول عن الشعور بالسعاده، وبيخليك تروح لحاجات تزود معاك السعاده والدوبامين، زي اكلات بتحتوي على السكر او اكلات انت بتحبها بشكل عام وبتسبب لك السعاده. لما النوم بيبدا يقل ويتلخبط، الجسم بيحاول يعوض قله النوم ولخبطه النوم ديت باي حاجه تانية تعوض اللخبطه ديت وتزود من السعاده وتزود من الدوبامين، وبتلاقي هيبدا يظهر معاك شراهه للحلويات وللسكريات بشكل كبير مع قله النوم دي. كمان نقطه مهمه جدا هو تاثير النوم على معدل الحرق. خلي بالك قله النوم ديت بتقلل معانا من معدلات الحرق، بتقلل من حساسيه الخلايا للانسولين، وبالتالي بتزود من فرص ظهور حاجه زي مقاومه الانسولين او زي مرض ما قبل السكري او السكري من النوع الثاني، خصوصا للناس المعرضه للحاجات دي. كمان قله النوم دي بتاثر على هرمون تاني اسمه هرمون الكورتيزول وهرمون التوتر. هرمون الكورتيزول ده لما بيعلى بيبدا يزود معانا من تخزين الدهون، وخصوصا في المنطقه بتاعه البطن، وبالتالي نوم ملخبط هيقلل معايا الحرق، هيزود معايا الجوع، كمان هيعمل اضطرابات في الهرمونات وخصوصا هرمون الليبتين والجريلين والانسولين والكورتيزول. لو وصلتوا معايا للنقطه ديت ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتتابعونا على القناه علشان نقدر نستمر ونوصل لاكبر عدد ممكن، ولو في اي استفسارات اكتبوها لنا في التعليقات. الخلاصه يعني ان تظبيط النوم ده عامل مهم جدا في مرحله النزول في الوزن وفي التخسيس، زيه زي الدايت والرياضه. فلازم تحافظ على الاقل 7 ل 8 ساعات في نوم، ويكون الكواليتي بتاعت النوم كويسه. فلازم كمان تثبت مواعيد النوم ومواعيد الصحيان، لان الروتين من الحاجات المهمه جدا اللي بتحافظ لك على جوده النوم. كمان تهيئ البيئه المحيطه للنوم، يعني تهيئ المكان للنوم، فلازم تقعد في مكان هادي ومريح، وتكون الاضاءه بتاعته هاديه، ويكون كمان ما فيهوش اصوات عاليه. كمان تبعد عن الشاشات على الاقل ساعه قبل النوم، وكمان نبعد عن مسك الموبايل واحنا نايمين. كمان نحاول نقلل الكافيين، ويكون اخر ميعاد لشرب القهوه والمنتجات اللي بتحتوي على الكافيين يكون هو العصريه قبل النوم على الاقل ب6 7 ساعات، علشان نحافظ على النوم كويس وجودته كويس. يا ريت تقولوا لنا في التعليقات هل انت بتنام كويس؟ هل لاحظت اي تاثير على الشهيه او على التخسيس او على النزول في الوزن مع قله النوم؟